علشان ما تغلطوش غلطتي لازم تشوفوا الفيديو ده نوع البسكوت اللي انا بعمله هو بسكوت كيك. بسكوت بطعم الكيك، طعمه حلو قوي وشكله كمان مبهج جدا جدا ومختلف ومميز. انا وقعت في كذا غلطة، في غلطتين تقريبا. تعالوا اقول لكم على الغلطتين اللي انا وقعت فيهم علشان ما حدش يقع فيهم زي بالظبط. وعايزه اقول لكم من احلى انواع البسكوت اللي ممكن تجربوه هو البسكوت ده، بس اتبعوا الخطوات اللي انا هقول لكم عليها بالظبط. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لايك وشير واشتراك في القناة علشان الفيديو يوصل لكل الناس. انا حطيت في البولة بتاعتي عدد بيضتين ونزلت عليهم كوباية من السكر، والبيضتين حطيت لهم الفانيليا بتاعتهم، ولو مفيش فانيليا ممكن تحطي خل في الوصفة دي. ضربتهم بالهاند بلندر زي ما انتم شايفين كده لحد ما البيض والسكر يندمجوا مع بعض. نزلت عليهم بنص كوباية من الزيت. هكتب لكم كل حاجة في صندوق الوصف بالجرام وبالكوباية. ونزلت بيهم بضرب كده بالهاند بلندر، ممكن تحطيهم في الخلاط، وممكن تعملي الخطوة دي اصلا بالمضرب العادي او بالسباتولا او معلقة عادي خالص في الوصفة دي مش هتفرق. بس انا بعمل بالهاند بلندر او الخلاط كان عشان يسهل عليا الضرب. كده انا خلصت ضرب الثلاث مكونات، بيض وسكر وفانيليا وزيت، تمام، لحد ما بقى الخليط زي ما انتم شايفين كده كريمي وفومي وبسم الله ما شاء الله. هنزل بقى بالمكونات الجافة. معايا هنا نص كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات، ونخلته قبل التصوير عشان يكون افضل. الوصفة دي مهمة قوي تنخلي الدقيق قبل ما تستخدميه. هنا اختياري معلقتين كبار من الحليب البودرة هيدي طعم حلو جدا للوصفة بتاعتنا، ومعلقة كبيرة مليانة من البيكنج باودر، يعني حطي الكيس اللي هو 16 جرام. هقلب الكلام ده كله مع بعضه، وممكن تضيفي ذرة خفيفة قوي 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 من الملح، وممكن الاستغناء عنها في الوصفة دي. هنقلب الكلام ده كله كده مع بعضه، وبعد كده هنستخدم ايدينا في العجن. احنا مش هنعجن، احنا هنلم المكونات بايدينا وهيكون فيها سنة تلزيقة بسيطة. تمام كده، لحد كده كويس جدا. وهنيجي كده في المرحلة دي والعجينة لسه اساسا ما كملتش، هنقسمها نصين. انتوا طبعا شايفينها كلها لازقة في ايدي لان هي لسه ما كملتش. هاخد جزء هعمله بالشوكولاتة وجزء تاني هسيبه بالفانيليا. اللي بالفانيليا حطيت له معلقة من الدقيق، وهبتدي كده ألم كل العجينة. طبعا احنا ما عجناش، العجينة بتاعتنا عبارة عن عجينة بسكوت كيك، يعني عجينة كده بدون عرق. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله ما فيهاش عرق ولا اي حاجة، وناجحة جدا لحد كده تمام. وفاض طبعا من الدقيق، وزي ما انتم شايفين فاض حوالي ربع كوباية. يعني انا استخدمت الدقيق كله في حدود ال 470 جرام دقيق. هنا بقى ضفت معلقتين من الكاكاو الخام على الجزء التاني من العجينة، وهضيف كمان معلقتين من الزيت. هندرب كده الزيت مع الكاكاو مع العجينة بتاعتنا لحد ما يندمج. واقعد بصوا لايدي وانا بعمل، لان طبعا ده تأثير الزيت مع الكاكاو مع العجينة في عمل اللخبطيطة دي. فده لحد كده تمام. العجينة بسم الله ما شاء الله حلوة جدا جدا، برضو ما فيهاش عرق، واللون الكاكاو تحفة. هروح اغسل ايدي بقى ونيجي نكمل الوصفة. كده الوصفة بتاعتنا حلوة قوي قوي وناجحة جدا جدا. هاخد بقى كل جزء من العجينة وهقسمه على 4 قطع. وزي ما عملنا في التقسيمة الفاتحة هنعمل في التقسيمة بتاعة الكاكاو، وهنبتدي ناخد كل جزء ونلفه رول زي ما انتم شايفين. وهنا بقى هنصحكم اول نصيحة، ما تلفوش الرول جامد قوي علشان العجينة ما تريحش منكم والرول يطول زيادة عن اللزوم. تمام، خلوا الرول يكون لف الرول ما يكونش طويل زيادة عن اللزوم في المرحلة دي. ودي اول حاجة احب انصحكم بيها. بعد كده جمعت التلاتة مع التلاتة، ماشي، 3 ألوان مع ال3 ألوان. وبعدين زي ما انتوا شايفين الصورة بتتكلم، ببتدي ألم وأجمع العجينة بال3 ألوان والفهم كلهم حزمة واحدة رول. لحد كده تمام جدا.
الوحش بقى ان انا فضلت معجبة قوي بالعجينة، قد ايه هي طرية وناعمة وبتلف معايا. ف كتر التزويد في اللف كده زي انا ما بعمل بيخلي الالوان تدخل قوي في بعضها. فلما تيجي تقطعي البسكوت بعد ما ينضج هيبقى الالوان سايحه زياده عن اللزوم، المسامات بتاعتها تكون صغيره وضيقه اكتر. فانت لو حابه كده خلاص اعملي بنفس الطريقه. لو حابه يكون الالوان جوه اللون الابيض الفاتح واللون اللي بالشوكولاته باينين وواضحين على صورة وردة أو أي صورة داخلية، التايجر العادي، يبقى في المرحلة دي هتقللي اللف الرول، ما تلفوش رول كتير. زي ما شفتوا جبت ورقة زبدة اللي هي ورقة الفرن ودهنتها بنقطة زيت، وجبت الرول بتاع البسكوت وحطيته في قلب ورقة الزبدة ولفيته رول تاني وهدخلهم الفرن. في المرحلة دي ممكن تحطي علشان الرول ما يحصلوش اي حاجة، بس الحمد لله ما حصلوش اي حاجة معايا، تحطي ورق من ورق الفويل فوق ورق الزبدة. بس انا استكفيت بورق الزبدة لان مفيش داعي، يعني هو الرول بسم الله ما شاء الله جميل ومتماسك ومظبوط جدا. هبتدي بقى انقلهم على صاج الفرن وهدخلهم الفرن درجة حرارة 180، هيقعدوا نص ساعة. تمام، بس لازم تختبريهم قبل ما يطلعوا علشان يعني تختبريهم بالخلة كده قبل ما يطلعوا علشان خاطر تتأكدي من تسويتهم. عندي هنا بار شوكولاتة 200 جرام. في الحقيقة أنا في الأول استخدمت ال 200 جرام إلا حاجة بسيطة، ورجعت تاني سيحت البار كله. تمام، هقطعه حتت صغيرة كده علشان أسيحه على بخار ماء. بيبقى مثلا حلة على النار فيها شوية مية، بنسيبهم يغلوا وبعدين نطفي عليهم ونحط الشوكولاتة اللي احنا مقطعينها دي. وطبعا حطيت 3-4 معالق من الزيت، بنحطها فوق المية المغلية اللي طفينا عليها وبنسيحها. تمام كده. هنا كان رول البسكوت كان خلص النضج بتاعه وطلع من الفرن، بسم الله ما شاء الله حلو جدا. هبتدي بقى افكه واسيبه لحد ما يبرد خالص. هنا تاني تكاية عايزة اقول لكم على حاجة مهمة. المفروض ان احنا نخليه يبقى دافي والشوكولاتة تكون متسيحة. انا سيبته لحد ما برد خالص وبعدين نزلت عليه بالشوكولاتة السايحة زي ما انتم شايفين. طبعا انا كنت مقسمة البار الشوكولاتة على طبقين، حطيت هنا نص الكمية وهنا نص الكمية، وسبت الشوكولاتة دخلتها التلاجة عشان تتماسك شوية. وبعدين لميت الشوكولاتة اللي كانت نازلة في الصينية من تحت ورجعت تاني سيحتها ورجعت تاني عملت دور تاني. يعني انا دلوقتي حطيت شوكولاتة خام متسيحة مع زيت، حطيتها مرتين، فكل مرة بلم الشوكولاتة وارجع تاني اسيحها واضيفها على الرول البسكوت. بس هنا بقى الغلطة بتاعتي، انا غلطت هنا غلطة. بس قبل ما اقول لكم على الغلطه اقول لكم ان انا كان عندي مكعب شوكولاته لون ابيض، سيحته وعملت بيه الجرنشه اللي من فوق الوش دي عشان تدينا شكل حلو للرول بسكوت بتاعنا. لحد كده حلو قوي. الغلطه بقى اللي انا غلطتها في الفيديو ده وهي ان خدت انا عشان كنت مستعجله وعايزه اخلص الفيديو، خدت رولات الشوكولاته دي وحطيتها، رولات البسكوت، وحطيتها في التلاجة حوالي نص ساعة. فطبعا كانت اتجمدت جدا والجو كان ساقع. لما طلعت عشان اقطعها كانت متجمدة جدا، فحاولت ان انا اعملها بالسكينة الترانش. كانت جامدة وقاسية. مش المفروض بقى ان انا استنى شوية، لا عندت طبعا وصممت ان انا اقطع البسكوت بتاعنا. طبعا كان بيتقطع بطريقة سيئة جدا زي ما انتم شايفين كده، بيتفرول لان هو اوريدي متجمد في التلاجة، فهيتقطع معايا ازاي؟ كان المفروض ان انا اسيبه يهدى خالص وياخد حرارة الغرفة او الاوضة اللي انا فيها وبعد كده اقطعه. طبعا فاهميني، فما تغلطوش الغلطة بتاعتي دي لان هيتفتفت منكم اغلبه. استنوا لحد ما ياخد، انا كنت مطلعاه من التلاجة، ياخد درجة حرارة الغرفة او سيبوه بره اساسا الجو ساقعة
واحنا في شتاء، فالشوكولاتة كده كده هتفضل متماسكة ومش هيحصل لها اي حاجة. زي ما انتوا شايفين هو طالع جميل جدا. المسامات بتاعته من جوه ضيقة شوية، بس دي هتعالجيها ممكن. هي كده عجبتنا جدا. بس انتي ممكن اساسا ما تلفوش كتير رول، فهيطلع معاكي الالوان من جوه واضحة اكتر. ده الرول التاني برضو بقطعه زي ما انتوا شايفين. انا عايزه اقول لكم ان انا اول مره اعمل نوعيه البسكوت كيك دي، اللي بالطريقه دي. كنت بشوفها كتير في الفيديوهات وكان نفسي اجربها، وجربتها وعرفت ايه الاخطاء اللي انا وقعت فيها ايه، وحبيت ان انا افيدكم بيها. بس طعم البسكوته دي عايزه اقول لكم ان هو حلو قوي. وعايزه اقول لكم الكميه دي كلها خلصت في نفس اليوم، وقعد منها حاجه بسيطه جدا لتاني يوم. عجبتهم جدا جدا في البيت. وان شاء الله هعمله بطريقة تانية خالص. هنفذ الفيديو وهعالج كل الغلطات اللي انا وقعت فيها، اللي هي تعتبر حاجات بسيطة، لان النتيجة الحمد لله مرضية جدا. والبسكوت كيك كان طعمه حلو قوي، واهم حاجة ان طعمه حلو قوي. كنت معاكم عزة سعيد من مطبخ وصفة.